نعم مشاهدينا، ونتوجه مباشرة إلى مدينة السليمانية في باشور كردستان، ومعنا من هناك على خط الهاتف السيد عادل مراد، سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني. سيد عادل مراد، مساء الخير. بداية، عقد مؤتمر أسيتانا أو اجتماع أسيتانا بعدم أو بغياب ممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية، كيف تقيمون ذلك؟ مساء الخير. مساء الخير لكم ولكل مشاهديكم. باختصار، المؤتمر الذي سيعقد في استانا انا اعتقد هو مؤتمر غير ناجح، لانه القوه الاساسيه في هذه المعادله هم الشعب الكردي، حزب الاتحاد الديمقراطي، الوحدات، يبجة، يعني القوى الأساسية الفاعلة على أرض روجافا. فأنا شخصيا في مفارقات غريبة. روسيا لا ترغب في أن يشترك الكرد في المؤتمر استانا كازاخستان، وأمريكا تريد. في جنيف 1 و2 و3 كان العكس. فأشياء غريبة. أرجو أن لا يسحق الشعب الكردي في خضم هذه المؤتمرات المهم ليس المؤتمر هو المهم. أنا رأيي القوة على الأرض هي التي تحسم الأمور. قوة الوحدات، قوة حزب الاتحاد وتماسكه والانفتاح على الأحزاب الأخرى هو سر القوة، وليس استانا وغير استانا وأي اجتماع آخر وجنيف وموسكو وغيره. نعم، يعني هذا أستاذ عادل، حتى وإن عقدت هذه الاجتماعات، ولكن كما تفضلتم يعني بأن هذه القوات التي لها أرضية ولها نشاط، وكل العالم يشهد بما فعل الكرد في كوباني وفي المناطق الأخرى، بدءا من الهول وانتهاء بمنبج والآن في الرقة. كل هذه الأمور، يعني لماذا تسعى هذه القوى أن ترضي تركيا على حساب هذه القوات؟ طبعا هاي المعادلات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط نحن ابتلينا بهذه المعادلات. هذا ليس حدث جديد، لأن احنا في يعني أثناء الثورة في كردستان العراق كنا نعاني نفس الشيء، مواقف مختلفة. 75 كيف الأمريكان باعوا الشعب الكردي، وبعدين 76 الروس اهتموا بالقضية الكردية. هاي الملاعيب. المهم وقوف على الأرض. القوة، قوة اليبجة واليبجة موجودين على الأرض، هم سوف يرسمون خريطة سوريا الديمقراطية المستقبلية. هم الذين سوف يفتحون الحوارات مع القوى الأخرى وحتى مع النظام السوري من أجل وضع خارطة جديدة، خارطة سياسية لسوريا المستقبل، سوريا الديمقراطية. يعني بدون ديمقراطية لا وجود لأي دولة في منطقة الشرق الأوسط. ترسيخ الديمقراطية، والعامل الذي سوف يرسخ الديمقراطية هم حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفائه والقوات الأخرى وقوات سوريا الديمقراطية وكل القوى الجسمة. نعم. يعني المتعاونة مع كجك والآخرين. هذه القوة. أما اشتراك في أستانا في كازاخستان وعدم الاشتراك، أنا في رأيي، في قناعتي، في رأينا احنا الاتحاد ليس هذا مهم. هو صح مهم تواجد، بس بوجود الأتراك سوف يمنعون الشعب الكردي، لأنه مع الأسف الشديد العقلية اللي في أنقرة يقولون بأن داعش يساوي حزب الاتحاد الديمقراطي. كيف هذا؟ المعادلة خاطئة. حزب الاتحاد الديمقراطي هو الذي وقف بصلابة في معارك ضد داعش ودحر داعش. القوة الوحيدة اللي دحرت داعش في المنطقة هم الأكراد. نعم. الأكراد، اتحاد وطني في كركوك، في سنجار، في غيره، وكذلك في منبج وفي كوباني والمناطق الأخرى. هاي الأشياء ما أعتقد هي
لها صدى كثير، لربما صدى إعلامي فقط. نعم. أما على الأرض شيء آخر. نعم أستاذ عادل مراد، بعد إذنكم ننتقل لموضوع آخر، هو موضوع الوحدة الوطنية. يعني تركيا لا تهدد فقط الكرد في باكوري كردستان وفي روجافا، أيضا هناك تهديد تركي لباشوري كردستان أيضا، وكان هناك نداء لمنظومة المجتمع الكردستاني من أجل عقد مؤتمر قومي كردي كردستاني للصد ولإفشال هذه المخططات. ما موقفكم من هذا النداء؟ طبعا احنا في الاتحاد الكردستاني يعني نقدر نحكي عن التاريخ. في عام في نيسان 1977 أول اجتماع كردستاني عقد في مكتبنا في بيروت 77. يعني حتى قبل تأسيس البكك تأسس ومهد وشاركوا بأكراد تركيا. هذا الأمل الوحيد للشعب الكردي هو عقد مؤتمر تشارك بجميع القوى الكردستانية الفاعلة على الأرض، إبعاد الخطر التركي والأخطار الأخرى عن هذا المؤتمر. لأنه مع الأسف الشديد احنا ينضرم قبل فترة كان في أربيل وحكى بمنطق العجرفة ومنطق واعتبر اليفجة واليفجة وبككة وهذول كلهم إرهابيين وسواهم مع داعش. هذا مأساة. أما من كان في بغداد، طبعا في بغداد وقفوا بصرامة ضد هذا الرأي وقالوا نحن لن نشن أي قتال ضد البككة في العراق. نعم. شوف هذا موقف كان ممتاز. لذلك نحن نأمل أن يعقد المؤتمر بسرعة من أجل رفع الصف الوطني الكردستاني. نعم. إن كان في العراق، إن كان في إيران، إن كان في تركيا، في سوريا، كل المناطق، من أجل توحيد الكلمة الكردية والخروج بهدف واحد وطرحه على العالم. نعم. ذاك الوقت لا أستاذ يفيد ولا جنيف 1 و3 و10 و20. القوة الفاعلة هي راح تتجسد في المؤتمر القومي الديمقراطي القادم. نعم. نعم. الأستاذ عادل مراد، سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، كنت معنا من السليمانية. شكرا لك على هذه المشاركة.